صراحة أحس بغبطة كبيرة بمناسبة هذا اللقاء. شخصيا كنت دائما وما أزال أحبذ أن أكون متفرجا ومنصتا للآخرين وليس مكرما أو يعني محور لقاء ما. أخجل كثيرا من مثل هذه اللقاءات وأروم دائما الإنصات والتتلمذ على يد الذين سبقونا أو الذين في مستوى أعمارنا أو الذين يسموننا. صراحة رغم أن مهنتي هي الكلام بفعل أنني مدرس، إلا أنني في مثل هذه المناسبات يعني أصاب بنوع من الخرس الذي فيه بعض الكلام. لذلك عادة ما أفضل أن أقرأ بعض ما أكتب على أن أتكلم. لذلك سأقرأ عليكم بعض النصوص، أتمنى أن أكون خفيفا على قلوبكن وعلى قلوبكم جميعا. بلا جيوش ولا بلاد صعدت الجبل وحيدا، خلفي أصوات الطوارق ومواويل الدجالين. كنت راضيا بقسمة القراصنة وبتصويباتهم الخاطئة التي أتت على بيادر اليابسة. كنت كثيرا في ليل المستعمرات بلا جيوش ولا بلاد. كنت الوحيد الذي يلقم المناطق كي تغرد في رؤوس الأفكار. في مرتفعات اليأس كنت أتذكر الأراضي والراقصات على حبل الرجز. كنت أتذكر المعزين وكنت خفيفا مثل إشاعة بين نافذتين. كان ذلك في سفوح القتلة الذين ناموا في مراسي الغرباء بكامل زينتهم الكاذبة. قبضة ميتة لا تفتح أدراج الماضي لمجرد المتعة. واحكم قبضتك الميتة على مزلاج النحاس كما لو كنت بارعا في تدريب القسوة. الماضي حقل ألغام رسمه مرتزقة بارعون، كانوا يعرفون بعقد العزلة كيف يخلطون الألوان وكيف يصنعون من الفراغات مكان للغنائم ومن الحركات الطائشة أسبابا للدقة. اترك الأموات يرتاحون من فارض الليل ومن الخدع التي قادتهم إلى جبر الاستعارات، ولا تكن خفيفا في الرياح الطارقة. لا شك أنك تعرف نواياهم قبل مجيء الطوفان وقبل أن تصبح لهم فؤوس في موضع الأفكار الطيبة، حين كانوا يتجاسرون أمام باعة الأقفاص ويعبئون الرصاص تحت جسر المشاعر المهملة. اترك الأدراج لمفاتيح النسيان ثم لا تلتفت جهة وقع الأقلام. الماضي خشب ينام في تابوت اللغة ولا أحد يتعقب أجنحتك تحت هذه السماء الهائلة. الذين وصلوا متأخرين كانوا واثقين من برد المناجم ومن طراوة الجسور التي بناها سجناء مطعونون في ظهر الألم. جاءوا متخففين من سوء الفهم ومتصالحين مع تسوس الأسنان وعلى غير عادة اليأس افترشوا خرائطهم فوق الأنهار اليابسة وراحوا يقشرون ذكرياتهم مثل أطفال ناضجين.
جاءوا إلى كرنفال الغرابة بلا حطب ولا أصدقاء، مخفورين بعثرات الأسف. طباعهم النادرة شققها الخجل، وستراتهم كانت مهملة من بريق الأوسمة. جميعهم كانوا في الساحات يروضون حيواناتهم المنوية على إيقاع نادر، وبين حياة وأخرى كانوا يكون خلصانهم اللامع لإخفاء آثار الخيانات. كل من رآهم ذاهبين إلى الأثقال كان يشم في أفكارهم رائحة الكافور، وفي نواياهم بقية تصويبات أخطأت أهدافها المبهمة. الذين جاءوا منكسرين فاتنا أن نحملهم على الأكتاف فقط لأننا نسينا عضلاتنا في أحلامهم الميتة. عميان لا تدليهم على خرائط الذكاء في طريق المعرفة، ولا تترك لهم شموعا تضيء الممرات إلى الأجوبة الواضحة. لا تفعل ذلك رأفة بهم أيتها الحياة، إنهم يحرسون المتع بمحض الأخطاء. أولئك العميان الذين جاءوا إلى حالات العالم متشجين بأسرها. مولانا السران: لم أكن يوما صاحب كرامات، ولا كانت لي مزارات في الوقت الصعب. أعلى تلة وصلها بياضي كانت على قماش مهمل، وفي كل مرة كنت أعيد تسلق المتع مخفورا بقطيع من الأوهام. وحين أعود إلى اليابسة كانت تتقدم لخطاياي جسورة مثل وعول تنزلق من على منحدر، حيث لا أحد كان في انتظاري بسخط القناعات. حتى الصحارى التي بلا خطيئة لم تغمز لي يوما باللطف المطهر. رأسي سقطت في قرن بلا لمعان، وعلى امتداد هذا العمر كنت أشيخ بإيقاع دائم، كأنما نمت لي كوابح في مواسير الأعوام. في الحياة الماضية تعلمت الرقص على وتر سالب، وكان كل ما يسهر الحديد يعالجني بطول بال. يا مولانا السران، أيها الواقف فوق تلة الكنز مثل قرصان بلا ضغائن، من أين أتيت بكل هذا البياض الذي يبز الأبغال؟ من أي بئر فاضت طلعتك الغميسة كأنما تسحب خلفك قطيع فراغ؟ أنا مثلك يا عمنا إبيل، سرت بلا قرار، أنصت بلا وحدتي وهي تنمو بلا ماء، ومن طول غيابي عن خيمة الحياة بت أتعثر في أعشابها المرة، وأنسى سريعا كيف أحزن، وبوتيرة أسرى أتجرع نبيل المحاولة في صحة الأذكياء. قوة الوقاية. الله يعزك. قرب لساني. في الأيام القليلة المقبلة ستصدر لي مجموعة حاولت خلالها أن أقيم نوع من الزواج، الطريق بين التشكيل والشعر. يعني كتبت نصوص فيها عالم السي الغرباوي يعرف هذا، والسي سعود يعرف هذا، أيضا كثير من الإخوان يعرفون هذا، أن في عالم فيه روائح المسار، فيه يعني كلمات ملونة وفيها شوية من الوسخ ديال التسويقية. طبعا هذه المجموعة أعطيتها عنوان أسرى على قماش، أسرى على قماش، يبريزوني سور طوال، ومنها هذه النصوص تقريبا. الآن أقرأ نص يحمل عنوان ألوان. لم تقع الألوان على بعضها عند ارتخاء الليل
لم تقع الألوان على بعضها عند ارتفاع الليل. كل ما كانت تفعله هو التناوب على حرارة الضوء تحت أنظار نافذة. ثمة مساحات من الأسود تفرغ الضيم على المقاصات، وثمة عبيد ملونون يلمعون الفكرة بين الشقوق المهملة. في كل ذبحة فرشاة أو ملمس أصابع أو ترصيف مصوة تنام جثة نظيفة في خفة الحركة. وفي ترطيب المصاحيح تصفو الأفكار الهائلة على ذخائر الفراغات. ليست مصادقة هذه اللغة ليست مصادقة هذه اللغة الخالفة من عربات الأديان. ليست فائضا يلمع رجع العثرة بكبريت ينهض من الوقت الميت. إنها سكرة العلامة عند اختصار القناعات، حين تصبح الضرخة الطازجة بريدا لحروب تقع في المخيلة. يدك وهي ترتب كل هذه التواريخ لم تكن يدك المهملة عند الأبواب. إنها لعبة المحارب حين يقبل الليل بقراصنة وحفارين. الغياض الواقف أمام رصاص طائش بأسارير ملاك وقمصان ضاحكة. ولأنك خبرت الحروب على طبيعتها لا تترك أسراك بلا أصابع ولا أقدام. دلهم على منهرجات تغيد كلاب القناصين وغابات لا يغادرها أحد. بعد قليل ستبرد الألوان وتشيخ الدهشة في فكرتك. آخر نص يحمل عنوان بيكاسو. لم يكن بيكاسو يوما نحات نساء في حلقات السورياليين ولا مصارع ثيران في استراحات أحد. لم يكن قائد ثورات على حلبات الكوريدرا ولا عازف قيثارة في شوارع قرطبة. لم يكن بائع نصيب في محطات الحافلات ولا كان رجليا في حانات باريس. لم يكن مروض أسود في حدائق الوجوديين ولا كان قناص وعور في غابات تشوهات. كان مجرد إشارة بين حربين إلى أمجاد تضيء الموانئ بالغرابة حين يذهب القراصنة إلى متاحف الأسلحة. ما عدا الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، شكرا لك. هي القصيدة تقول ما عدا الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد لا شيء يدعو للقلق.